السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من كورس التسويق. فيديو النهاردة هنتكلم فيه مع بعض عن التوزيع. التوزيع هو العنصر الثالث والمهم جدا من عناصر المزيج التسويقي، ويمكن بيبقى بعيد شوية عن نظر اللي بيحب التسويق وأفكاره وإبداعه، لأنه بيشوفه دور روتيني أو ممل. لكن لما بنبدأ ندرس ونشوف دور التسويق نظري وعملي، هتكتشف إن أحيانا بيوصل التوزيع في أهميته إن هو يبقى الدور التسويقي الأساسي، خصوصا في سوق زي سوق المنتجات الاستهلاكية. معروف إن أقوى الأدوار التسويقية بيكون في شركات المنتجات الغذائية الاستهلاكية، ولما تيجي تشوف التسويق في الشركات ديت هتلاقي إن الشغل الرسمي التسويقي ليهم في الحقيقة هو توزيع المنتج من المصنع بشكل صح هنتكلم عليه. وبالنسبة للدعاية مثلا، اللي هي أكتر حاجة بتشد ناس كتير في التسويق، غالبا بتروح لوكالات إعلان وعلاقات عامة متخصصة. بالنسبة للمنتجات الاستهلاكية، التوزيع هو الأهم، هو اللي بياخد النسبة الأكبر في المزيج التسويقي، منتج وتسعير وتوزيع ودعاية. وده لأن الشركة بتبقى عارفة إن جودة المنتج وتسعيره المناسب والدعاية ليه مهمين، لكن كل دول مش هيساوي أي حاجة بالنسبة للشركة والعميل إذا المنتج ما كانش متوفر في الأماكن اللي بيروح الناس يشتروا منها. غالبا في المنتجات ديت بيتوقف اختيار المشترين على اللي موجود، لأن الجودة والسعر بيكونوا قريبين جدا من بعض، فبالتالي بتفرق قوة الشركة في توزيعها وسيطرتها على منافذ البيع. في لمسات تسويقية تقدر تقيس بيها قوة الشركات في التسويق، ومن ضمنها وأهمها التوزيع وكفاءته، مش بس لأنه معقد شوية ومحتاج درجة عالية من التنظيم، لكن كمان لأنه بيوريك الفكر والرؤية التسويقية القوية اللي عند الشركة. لاحظ مثلا المنتجات الغذائية سريعة الاستهلاك زي منتجات الشيبسي أو الشوكولاتة. ابدأ لاحظ إعلانات المنتجات ديت الجديدة، هتلاقيهم غالبا نازلين بإعلانات مستمرة بتكرار كبير في قنوات كتير، ودي الخطوة اللي ممكن أي منتج جديد من نوعية المنتجات ديت يعملها. عاوز تشوف كفاءة الشركة التسويقية اللي بتقدم المنتج ده؟ ابدأ انزل في اليوم اللي شفت فيه الإعلان لأول مرة لمنافذ البيع، الأسواق الكبيرة، السوبر ماركتس، وحتى المحلات والأكشاك الصغيرة، وابدأ شوف قد إيه المنتج ده متاح في قنوات التوزيع دي. في حالة تسويقية شهيرة كانت ما بين روتيتو وشيبسي، لما بدأت روتيتو تنزل بإعلاناتها للمنتج الجديد، وفي وقت ما كانت الناس بتشوف الإعلانات كان عندها جيش من الموزعين اللي قدروا يسيطروا على قنوات التوزيع المهمة والمنتشرة في مصر. ولقينا الفترة ديت اختفاء كبير من شيبسي. لاحظ بقى بعديها بفترة لما رجعت شيبسي بكذا جملة، منها حملة اختار طعمك، والحملة الشهيرة اللي قدمها أحمد حلمي اضحك لها تضحك لك. وبرضه لاحظ بعد حملات شيبسي الإعلانية بيبقى التوزيع عامل ازاي، واختفاء المنافسين إلى حد ما ازاي. ده ببساطة بيقول إن التوزيع حرب صعبة جدا ما بين الشركات، وفيها أدوات كتير محتاجين نعرفها. بالمناسبة وعلى عكس من كده، قمة الغباء التسويقي بالنسبة للمنتجات الاستهلاكية والغذائية خصوصا إن الشركة تركز على الدعاية والإعلان عن المنتج، وبعد ما تنجح إنها تقنع الناس بالمنتج تبدأ الناس تنزل تسأل عن المنتج ما يلاقوهوش، وساعتها الشركة هتلجأ لأساليب مكلفة جدا زي أسلوب التسويق العكسي الدي ماركتين، واللي بتحاول فيه الشركة إنها تقلل الطلب من المشترين، ممكن عن طريق تقليل الإعلانات والدعاية اللي بتعملها لحد ما تظبط حجم الإنتاج والعرض السبلاي. طبعا الكلام ده مختلف عن الشركة اللي بتقلل العرض بقصدها علشان تخلي المشترين يسألوا عن المنتج، وبالتالي تجبر الموزعين إن هم ياخدوا منها المنتج ويبيعوه عندهم. وديت من الطرق اللي هنشوف ازاي الشركة بتستخدمها علشان تسيطر على قنوات التوزيع وتقنعهم بالمنتج. لكن لازم نشوف ان الفرق ما بين الشركة اللي بتقلل العرض بقصدها بتكون منظمة وماشية على خطة تسويقية زمنية معينة، عكس الشركة اللي بتعلن وبتبوظ اعلاناتها وحملاتها الناجحة بتوزيع فاشل او امكانيات انتاج اقل من الطلب. دلوقتي هنتكلم عن اهمية الوسيط التسويقي. السؤال هنا، ليه الشركة تعتمد على وسيط تسويقي في شكل قنوات توزيع ومنافذ بيع علشان توصل منتجاتها للمشتري، مع ان ده بيقلل هامش الربح عندها وممكن يكون ليه مشاكل زي عدم التحكم في عملية البيع او خدمة العملاء بشكل احسن؟ اول حاجة، تكلفة اجراء عملية البيع. اي شركة في العالم بتبيع منتج بيكون عليها تكلفة في كل صفقة او كل معاملة بتعملها مع المشتري. التكلفة ديت ممكن تبقى المجهود اللي بتعمله في التفاوض مع المشتري واقناعه، وبدل ما الشركة تعمل المجهود ده مع عدد كبير هتعمله مع عدد اقل، هم الوسطة اللي هيبيعوا لها المنتج. تاني حاجة، المشترين بيدوروا على تشكيلة المنتجات. فكرة الوسيط نفسها هي فكرة أصيلة من أول ما التجارة بدأت، فالأسواق بتجمع تشكيلات من المنتجات المختلفة بجودات مختلفة وأسعار وأشكال وأحجام مختلفة، وده اللي المشترين بيدوروا عليه. لكن المصنع أو الشركة اللي بتنتج
المنتج وعاوزة تبيعه للناس بشكل مباشر بدون الاعتماد على وسطاء التوزيع والبيع، بتحصر المشتري في تشكيلة محدودة جدا بتفقده متعة وقيمة الشراء. تالت حاجة مكان لتجميع المنتجات، وده بيسهل على الناس ان هم يلاقوا المنتجات اللي محتاجينها، لان لو كل شركة باعت منتجاتها بنفسها هيبقى كده كل مشتري محتاج ان هو يدور على شركة بتقدم المنتج اللي محتاجه وبيبدأ يشوفها فين وينزل لها مخصوص، وده طبعا اصعب بكتير من انه يروح اماكن معروف ان فيها المنتجات اللي محتاجها، سواء من الشركة المفضلة عنده او من شركات تانية بتقدم نفس المنتج اللي محتاجه. رابع حاجة قنوات التوزيع بطبيعتها بتأدي وظيفة البيع، ودي الوظيفة اللي الشركة بترتاح منها لما بتستخدم قنوات التوزيع اللي بتعمل الوظيفة ديت بكفاءة اكبر، لان ده تخصصها وده اللي بتعمله يوميا علشان كده محترفة فيه، عكس الشركة اللي بيكون همها الاول والاكبر هو تحديد احتياجات الناس واشباعها في شكل منتجات مفيدة وتسعير المنتجات ديت بشكل مناسب والدعاية ليها. خامس حاجة التخلص من المسؤولية عن طريق بيع الشركة لمنتجاتها لقنوات التوزيع، ده بيوفر لها السيولة المالية اللي هتستغلها علشان تطور من منتجاتها وتكمل نشاطها بكفاءة واستمرارية، مش هتفضل تبيع واحدة واحدة من المنتج وتعطل نفسها. كمان من ضمن المسؤوليات اللي هتتخلص منها خدمة العملاء، فقناة التوزيع هي اللي مسؤولة عن القصة التسويقية دي، وهي اللي هتتعامل مع مواقف زي طلب مشتري ان هو يرجع المنتج او يستبدله بمنتج تاني، وكل دي مسؤوليات مجهدة ومستهلكة للوقت بترتاح منها الشركة. سادس حاجة معرفة المشترين بشكل أحسن، ودي حاجة طبيعية بتكتسبها قنوات ووسطاء التوزيع لأنهم في نشاطهم اليومي بيتعاملوا مع المشترين وعرفوا هما بيشتروا إيه وعاوزين إيه وبيشتكوا من إيه، ودي مهمة مش هتعرف الشركة المنتجة إنها تعالجها بالكفاءة زي المتخصص الوسيط. كمان ده بياخدنا لنقطة تسويقية تانية، وهي إن قنوات التوزيع ممكن تساعد الشركة جدا في أبحاثها التسويقية وتجميع المعلومات عن الاتجاهات والأذواق وطرق الاستهلاك وغيرها من البيانات المهمة جدا واللي بتحتاجها الشركة في شغلها. سابع حاجة تطوير عروض بيع قوية، ودي أداة ترويجية هي في الأصل لعبة قنوات التوزيع والأسواق، لأنهم أدرى بسوقهم وعارفين مين اللي بيشتري وعددهم كام، وبالتالي يقدروا يقدموا عروض بيع قوية ومربحة، خصوصا إن المشترين بيهتموا جدا وبيركزوا على العروض دي خاصة في حالة المنتجات الاستهلاكية الميسرة والمتاحة اللي مش محتاجة تفكير كتير. تامن حاجة المساعدة في إدارة سلسلة الإمداد السبلاي تشين ومعالجة مشاكل الإمداد والتموين اللوجيستكس، ودي مسألة كبيرة جدا وفيها كتير من التعقيد والتفصيل، لأن الشركة بتحتاج لأنشطة وأدوات كتيرة جدا مكملة للمنتج علشان يعني يوصل بأحسن شكل وأداء للمشتري النهائي، بداية من الشحن والتوصيل والتغليف، وكل نقطة من ديت فيها تكاليف ومجهود كبير وبتفتح علشان شركات مخصوص علشان تعملها بشكل صح. وهنا بيبقى دور قنوات التوزيع ان هي تخفف عبء الامداد اللي على الشركه بانها تشارك في الخطوه الاخيره والاهم، وهي توصيل المنتج بشكل كويس للمشتري النهائي. كل ديت كانت اسباب بتخلي التوزيع مهم جدا، لكن الاهميه ديت بتزيد وبتبان بشكل خاص مع المنتجات الاستهلاكيه بتقسيماتها الميسره او المتوفره، زي منتجات الاكل والشرب، البان وجبن وعيش وشوكولاته ومشروبات خفيفه وغازيه وخضار وغيرها كتير، او سلع التسوق زي الملابس والموبايلات واللابتوب والاكسسوارات بشكل عام، وبتقل اهميتها في حالة المنتجات الخاصة زي العربيات والتحف والمجوهرات او حتى الملابس والعطور الغالية اللي بتقدمها شركات عالمية مشهورة، ودي احيانا بتحتاج لطرق من التسويق المباشر او حدود معينة في استخدام قنوات التوزيع، وكمان بتقل في حالة تسويق الخدمات اللي من خصائصها او صفاتها المختلفة عن المنتجات انها مش بتتخزن، وبالتالي غالبا ما بيكونش فيها وسيط ما بين المصنع او الشركة المنتجة والمشتري النهائي. دلوقتي هنبدأ نتكلم عن انواع الموزعين. في انواع كتير من الوسطاء في التسويق، واي طرف هيكون مسؤول عن توصيل المنتج او الخدمة بطريقة غير مباشرة ما بين المنظمة والمستهلك بيكون وسيط. كتير من الشركات خصوصا في مجال العربيات او السياحة مثلا لما بتنمو وتبدأ تدخل بلاد جديدة مش بيبقى في امكانياتها ان هي توزع منتجاتها او خدماتها بنفسها، فبتلجأ لوسيط يقدم الخدمات ديت بدلها في البلد اللي هتدخلها، والوسيط اللي بيقدم خدمات ومنتجات الشركة للعملاء في مقابل نسبة بياخدها من الشركة بيبقى اسمه وكيل ايجنت. في اتفاقيات توزيع بتاخد شكل تاني زي اتفاقيات بتعملها اطراف مع الشركة لبيع منتجاتها الفرانشايز، وده بيحصل لما الشركة بتحب تتوسع فبتدي الحق لطرف تاني انه يستغل اسمها ويشتغل بطريقتها، وبالتالي بتوزع منتجاتها وخدماتها بشكل غير مباشر عن طريق الطرف التاني اللي هيكون عليه الشغل والمصاريف، طبعا مع حق الاستغلال لاسم الشركة وفنيات واسرار شغلها، وفي المقابل بيتقاسم الارباح مع الشركة صاحبة الاسم التجاري. لكن دور الموزعين
بيظهر بشكل أكبر وأوضح مع الشركات اللي بتنتج المنتجات سريعة الاستهلاك، لأن بيبقى من الصعب جدا، ده ما كانش من المستحيل، إن الشركات تبيع لعملائها المنتجات ديت بشكل مباشر. وطبعا أكتر قطاع مهم في شريحة الشركات ديت وبيلعب في التوزيع دور كبير هو قطاع المنتجات الغذائية. في القطاع ده علشان الشركة توصل منتجاتها للمستهلك الأخير بتستخدم 3 أنواع من الوسطاء. ممكن الشركة تستخدمهم كلهم، أو ممكن تستخدم 2 منهم بس، أو حتى تعتمد على واحد فيهم بس. أول وسيط فيهم اسمه الموزع الرئيسي، وده بيكون مسؤول إن هو يوزع منتجات الشركات ديت على تجار الجملة وتجار التجزئة، واللي هنتكلم عليهم كمان شوية. والموزع ده بيكون أداة في إيد الشركة علشان ينفذ استراتيجية التوزيع اللي بتطورها الشركة، وهو بالتالي بيروح لتجار سواء تجار جملة أو تجزئة يوزع ليهم على حسب استراتيجية وبرامج الشركة التسويقية. الموزع ده زيه زي أي وسيط على سلسلة التوزيع، بيحدد لنفسه هامش ربح هيكسبه على التكلفة اللي بيدفعها في منتج الشركة. الموزع هيتعامل غالبا مع وسيط تاني اسمه تاجر الجملة، والوسيط ده بيكون متحكم في أماكن وأقاليم جغرافية بيكون مسؤول عن التوزيع فيها لتجار التجزئة. وتاجر الجملة ده زيه زي أي وسيط بيحدد لنفسه هامش ربح معين بيزوده على السعر اللي اشترى بيه من الموزع أو من الشركة مباشرة، ويبيع بالسعر الجديد لتجار التجزئة. تجار التجزئة دول الأسواق والمحلات والأكشاك اللي بتتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، وهم آخر حلقة في سلسلة التوزيع. بتشتري المنتج من تاجر الجملة أو من الموزع أو من الشركة مباشرة بسعر معين، وتضيف عليها هامش ربحها، ويكون هو ده السعر اللي اشترت بيه زائد هامش الربح اللي هتبيع بيه للمستهلك النهائي. سلسلة التوزيع ديت إما تمشي بنفس الشكل الروتيني ده، موزع وبعديها تاجر جملة وبعديها تاجر تجزئة، وما ينفعش تخرج عن التسلسل والتتابع ده، أو إن الشركة ما ترتبطش بالتتابع ده، وتلاقي إن الموزع ممكن يوزع مجموعة من الوحدات من المنتج لتجار الجملة ومجموعة تانية يوزعهم على تجار التجزئة مباشرة في حسابات وسيطة رئيسية بتاخد شكل تاجر التجزئة، لكن بتتعامل في السعر اللي بتدفعه للشركة معاملة تاجر الجملة. ومثال على نوعية الوسطى دول الأسواق العملاقة الهايبر ماركتس اللي انتشرت دلوقتي، واللي منتشر طبعا في بلادنا، واللي بيشتروا المنتج من الشركة أو الموزع بسعر تاجر الجملة. وده اللي بيخليك تلاحظ إن أسعار منتجات كتير عندهم بتكون أقل من أسعار تجار التجزئة العاديين. آخر حاجة هنتكلم عنها في الفيديو ده حروب منافذ التوزيع. من أصعب وأكتر المهام تعقيد في التسويق هو التوزيع، وخصوصا التوزيع على تجار التجزئة اللي بيتعاملوا بشكل مباشر مع المستهلك في السوق. والموضوع صعوبته في حاجتين: الأولى إزاي الشركة تسيطر وتغطي منافذ التوزيع، والصعوبة التانية في إزاي إنها تقنع المنافذ التجار التجزئة إن هم يوزعوا منتجاتها في مقابل منتجات المنافسين. النقطة الأولى بتتحل مع تقوية أدوات التوزيع في الشركة، وعلشان كده هتلاقي أغلب الشركات العملاقة في المنتجات الاستهلاكية عندهم جيوش من مديرين التسويق والتوزيع اللي شغلهم الأول هو تغطية منافذ التوزيع وتحقيق أكبر نسبة ممكنة من التغطية. ومش بس قوة الشركة في هي غطت قد إيه، لكن كمان في قوة المنافذ وتجار التجزئة اللي قدروا يغطوهم. كمان الشركة بتلجأ لموزعين متخصصين بيكون هدفهم الأول وخبرتهم الكبيرة في التوزيع، وبالتالي بيقدموا الدعم والإمداد الكامل للشركة عن طريق موظفيهم وعربياتهم المجهزة وكل الأدوات اللي محتاجاها الشركات علشان تنفذ استراتيجية التوزيع، واللي ممكن ما تقدرش تنفذها بنفس القوة والكفاءة اللي بينفذ بيها الموزع المتخصص. الصعوبة التانية هي ازاي الشركة تقنع منافذ التوزيع ومتاجر التجزئة ان هم يوزعوا منتجاتها، خصوصا اذا كان في منافسة كبيرة من منتج بديل او منافس بيحاول يسيطر هو كمان على منافذ التوزيع. علشان الشركة تنجح في استراتيجية التوزيع لازم تركز على الخطوات التسويقية اللي محتاجاها علشان تقنع التاجر ان هو يوزع منتجاتها. والحاجات ديت ممكن تبقى حاجتين: اول حاجة عروض البيع التجارية لتريد سيلز بروموشنز، ودي بتكون مجموعة من المزايا والتخفيضات والسماح في الدفع زي البيع بالآجل، وبتكون العروض ديت تشجيع لتاجر التجزئة ان هو يشتري المنتج من الشركة او من الموزع او تاجر الجملة ويعرضه ويبيعه عنده. تاني حاجة الاعلان والترويج. اذا كنا بنقول ان اغبى حركة ممكن شركة تعملها ان هي تعمل حملة ترويجية واعلانية قوية جدا وبعدين ينزل الناس يدوروا عن المنتج في السوق ما يلاقوهوش، ففي نفس الوقت مش صح ان الشركة تركز على التوزيع وتجمل الاعلان والدعاية، لان الاعلان طبيعته ان هو بيعرف اكبر عدد ممكن من الناس عن المنتج، وده بيخلق ثقة في المنتج اللي بقى مشهور بالنسبة للناس، وفي نفس الوقت بيخلق ثقة عند الموزع في المنتج والشركة اللي بتنتجه، وبيقبل ان هو يوزع المنتج لان الناس بقت عارفاه او على الاقل سمعت عنه وهيطلبوه، وبالتالي مصلحته ان هو يشتريه ويوزعه علشان يغطي الطلب المتوقع. علشان كده
الشركة ممكن تلجأ لطريقة السحب البول استراتيجي إذا ما قدرتش تقنع أو لقت صعوبة إن هي تقنع الوسطاء والموزعين إن هم يساعدوها في التسويق، وساعتها تستخدم استراتيجية الدفع دي، واللي من أدواتها مثلا إن هي تتعامل بشكل مباشر مع تجار التجزئة وتقنعهم بالمنتج، فتبدأ الناس تشوف المنتج عند تاجر التجزئة ويشتروه، وده هيخلي التجار يطلبوا المنتج تاني لأن عليه طلب كبير، وبالتالي هيضطر الموزعين وتجار الجملة إن هم يتعاونوا مع الشركة علشان يوزعوا المنتج اللي عليه طلب. أداة تانية من أدوات استراتيجية السحب وهي الإعلان. فالإعلانات والترويج عموما هيخلي الناس تعرف عن المنتج وينزلوا الأسواق يطلبوه، وده بيخلق الطلب، والطلب على المنتج هيؤدي لأن تاجر التجزئة يطلب المنتج من الشركة والموزعين، ويبدأ الوسطاء يتعاونوا مع الشركة في التوزيع. تالت حاجة المنتج. إذا كان المنتج وجودته وطريقة تغليفه وتعبئته المميزة بتشد المستهلك النهائي، فهي في نفس الوقت بتشد تاجر التجزئة، وممكن جدا يفضل منتج عن منتج بسبب شكله ولونه وجودته، لأنه في الأول والآخر هو عاوز يختار المنتج الكويس اللي الناس هتبقى عاوزة تشتريه، وكأن التاجر بيشتري نيابة عن المستهلك عقبال ما يجي المستهلك النهائي ويشتري منه. رابع حاجة خطوط المنتجات. اتكلمنا عنها في المنتج واستراتيجياته، وقلنا ان الشركة ممكن جدا تنتج كذا منتج متشابه، والمنتجات المتشابهة دي تنافس بعضها، وده طبعا لأسباب كتير، أهمها منطق كل نفسك قبل ما السوق ياكلك. لكن كمان قلنا ان في سبب مهم وهو السيطرة على منافذ التوزيع، وده هيحصل لأن الموزع بيحتاج إن هو يعرض عنده في المحل أو السوق أو الكشك بتاعه تشكيلة من المنتجات، وما يكتفيش بنوع أو اتنين من المنتج من شركتين وبس. لكن التشكيلة أحسن ليه؟ لأن الناس بتحب التنوع وأذواقها بتختلف، وميولها ناحية الأسامي التجارية لبراند بتختلف، وعلشان كده هو دايما بيدور على تشكيلة المنتجات. هنفترض دلوقتي إن تاجر التجزئة قدامه منتج مسحوق تنظيف تحت 3 علامات تجارية، فهو هيختار ال3، وده علشان يحافظ على تنوع تشكيلة المنتجات اللي هيبيعها. دلوقتي التاجر مثلا هيختار تايد واريال وبرسيل علشان يبيعهم. ببساطة كده شركة بروكتر اند جامبل قدرت تسيطر على تلتين رف التوزيع بمنتجاتها تايد واريال، أما يونيليفر واللي بتنتج منتج واحد في شريحة منتجات التنظيف برسيل فاضطرت ان هي تاخد التلت بس في رف التوزيع. كده نكون اتكلمنا عن كل ما يخص التوزيع، ولحد هنا نكون انتهينا من الفيديو ده. الفيديو اللي جاي هنتكلم فيه مع بعض عن الدعاية، فما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ده بيشجعنا نكمل، واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك اشعار اول ما ننزل فيديو جديد.